عشان تعمل فورمه صح لازم تتمرن بالعقل. مالك كده بقيت مكرش كده وحالتك بقت بالبلة؟ عشان محدش يضحك عليك ركز معايا، عشان بلاش تتحجج. تعالى معايا عشان اقول لك ازاي نبتدي صح من غير ما حد يشتغل. انت ما بتتمرنش ليه؟ سألت نفسك قبل كده ما بتتمرنش ليه؟ الحديد مش مجرد رياضة بتكبر العضلات اللي معطلك عن الجيم والرياضة. الإشاعات، ركز معايا، هنتكلم في 3 إشاعات. مثلا إن لعب الحديد بيأثر. القصر والطول دي جينات ملهاش علاقة بالتمارين ولا بلعب الحديد. إني لازم أروح وآخد مكملات وأصرف كلوفات. مش لازم طبعا، أنت لو ظبطت نظامك الغذائي فأنت مش محتاج اللي أنت تصرف. وانك لو رحت الجيم هيبقى شكلك معضل وشكلك وحش. لا طبعا، ما انا عارف ان مش كل الناس بتحب العضلات الضخمه، بس الجيم مش بالسهوله دي، مش بالسهوله اللي انت تروح تلعب تمرينه تلاقي نفسك عامل كده. لا طبعا، على حسب هدفك هتظبط نظامك الغذائي وهتتمرن عشان توصل للمستوى اللي انت محتاجه. الكلام ده للمبتدئين في الجيم، لو لسه داخل الجيم جديد ومش عارف تعمل ايه. الكلام ده للمبتدئين في الجيم. دخلت ليك اول يوم الجيم مالكش دعوه بحد خالص، ما ينفعش ابص على حد واقول انا عايز اعمل زيه، ما ينفعش ابص على وزن حد واقول انا هشيله. مالكش دعوه بحد، كل واحد ليه نظامه في التغذيه وفي التمارين بتاعه. جسمك نفسه ليه تمارين لازم تبدأ تدريجي، مالكش دعوه بحد خالص عشان ما تأذيش نفسك، عشان يبقى لازم يكون عندك هدف عشان توصل له. ما ينفعش ابص على غيري، وكل واحد ليه جينات، كل واحد جسمه غير التاني. تركز في نفسك، مالكش دعوه بحد، كل واحد لابس الايربودز بتاعه وفي حاله، كل واحد يتمرن تمرينته مالوش دعوه بالتاني. انت تخش تاخد تمرينتك. لو انت لسه مبتدئ حاجات اساسيه لازم تعملها. لازم اعرف ان انا محتاج تاسيس الاول لجسمي، ما ينفعش اخش واقلد حد بقاله سنين بيلعب. لازم تخلي جسمك يستوعب اللي هو داخل على حاجه تانيه خالص، على الروتين غير اللي هو متعود عليه. عشان كده اهم 3 حاجات لازم هنركز فيهم. اول حاجه يا وحش التمرين بتاعك، ناخد تمرين مناسب لينا. تاني حاجة الأكل بتاعنا، لازم أعمل نظام أكل وأعمل أكل وأحافظ على أكلي. على الأقل خالص لازم أهتم بالأكل بتاعي وبلاش العك اللي أنا بعمله على طول عشان أدي جسمي الاحتياج بتاعه. تالت حاجة ودي حاجة مهمة جدا، إن أنا لازم أنام كويس. أقل حاجة خالص من 6 ساعات ل8 ساعات، ولا أكتر من كده ولا أقل من كده، عشان جسمي يعرف يبني نفسه. اللي هدمره في الجيم لازم أبنيه وأنا نايم. هتدمره في الجيم ازاي يا كابتن؟ تعال اقول لك ازاي هتدمره في الجيم. هسألك سؤال ويا ريت تجاوب عليه بينك وبين نفسك قبل ما انا اقول الاجابه. احنا بنيجي الجيم ليه؟ هل احنا بنيجي الجيم ندمر العضل ولا بنبني عضل؟ طبعا اكتر الناس، ولو سألت اي حد انت بتروح جيم ليه هيقول لك عشان ابني عضلات. بس لا يا وحش، انت بتروح الجيم عشان تهدم العضلات، عشان ترجع تاكل كويس وتنام وتبني عضلات اقوى من الاول. تعال افهمك ازاي الجسم بيشتغل بعد التمارين. ركز معايا يا وحش عشان تعرف جسمك بيشتغل ازاي. مبدئيا اول ما بخش الجيم وبتمرن تمرينه قويه، عضلتي عندها عقل بتفكر بيه، ببتدي اشيل وزن. الوزن ده جسمي مش متعود عليه، متعود ان انا ما بعملش اي مجهود. فلما باجي اشيل وزن مثلا 10 كيلو 20 كيلو، فبتبتدي العضله مش مستوعبه ايه اللي بيحصل فيها، فالعضله نفسها فيها الياف عضليه. الالياف العضليه بيحصل فيها تمزقات. التمزقات دي بعد ما بتروح البيت جسمك بيبقى عايز يعمل استشفاء. لازم تاكل كويس، دي اول حاجه. الاكل كويس هو اللي هيرجع يبني الالياف اللي اتقطعت. وانت نايم بيبتدي جسمك ياخد الاكل، ياخد منه البروتين والاحتياج بتاعه اللي هو عايزه، ويرجع يبني الالياف اللي اتقطعت بس بشكل اقوى بكتير. ليه؟ لان العضله بتقول ازاي انا ما قدرتش اشيل الوزن ده، ازاي انا حصل لي كده. فبتبتدي العضله تقول لا انا هبني اقوى من الاول عشان اقدر اشيل الوزن اللي انا ما كنتش قادر اشيله. تيجي تاني وتستمر وتزود وزنك تدريجي واحده واحده، بتبتدي العضله كل ما بيبقى عليها حمل زياده، بس طبعا تدريجي وبالعقل يا وحش، بتبتدي العضله تقوي نفسها اكتر واكتر. بس اهم حاجه اديها اللي هي محتاجاه، ان اكل كويس وانام كويس. الاكل هو اللي هيبني والنوم هو اللي هيتبني فيه. يعني لو ما بنامش العضله مش هتتبني، هبقى بهدم عضلات على الفاضي، هبقى بدل ما انا بزيد هلاقي نفسي بخس.
والتمرين اهم حاجه، اهم حاجه التكنيك، تاني حاجه التكنيك، تالت حاجه التكنيك. لازم العب بتكنيك مظبوط واداء محترم عشان احمل على العضله بس، من غير ما احمل على المفاصل واتعب نفسي او احمل بزياده واهلك اعصابي. عشان كده لازم تتمرن بالعقل. تابعونا على ماسلز بالعقل عشان لعبنا كله بالعقل. لو عجبك الفيديو اعمل لنا اشتراك في القناه، ويا ريت تدعمنا بلايك، وقول لنا رايك في الكومنتات محتاج نتكلم عن ايه.